السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. يجرب من مختلف المناطق من مختلف الزوايا. هنا التقدم للفرصة والانطلاق للرجال اليمنى عبر المادي قرناس يختار ماذا يختار العرضية. فرصة وللمحاولة وللخطورة والتسديدة. مروان العز تسديدة لا تصد ولا ترد في مرمى نصر السيتي بعد بناء هجومي والاول والمنظم والاخطر والابرز في فريق الفتح الرياضي. الفيسيو باغت الرجالات بهدف وهدف بتسديدة من جانب مروان العز الذي استغل الفرصة، استغل الارتباك الدفاعي لنصر فريق الرجالات راحدوا. هنا المنظومة الدفاعية من عملية الاختراق، هنا التحضير، هنا العرضية من المادي قرناس منح له الطبق من ذهب ثم الكنترول والتسديد وهدف هدف جميل جدا من جانب العز الذي يمنح اجمل بدايه لفريق الفتح الرياضي في هذه المباراه. لكن كل العمل من جانب نناح للعز العامري ولا تنفيذ الكره الى جانب الاختصاص للمادي قرناس. هل تسدد من المادي قرناس خطيره. سيكون مقوس اتجاه بقية أسباب فريق الفتح الرياضي، لكن اختار التسديدة المباشرة وأخرى تظهر على مستوى المنظومة الدفاعية وحارس مرمى فريق الرجاء الرياضي. هذه المرة بتسديدة أكثر من رائعة من المادي قرناس مباشرة في اتجاه شباك الحارس أنس الزنيتي. تابع أنس وهي تدخل الشباك. هدف وهدف في هذا المرات، هدفين جميلين لفريق الفتح الرياضي على فريق الرجاء الرياضي. قراءة غير موفقة من جانب أنس الزنيتي. تابع الكرة العامرة بالخواتيم فيما يخص دقيقة الجولة الأولى. عارف كيف يحسن من صورته من أداء فريق الفتح الرياضي، ودائما تظهر المساحات لفريق الفتح الرياضي. ولا الاستلام ولا الفرصة ولا الخطورة. مروان العز يجيب العز لفريق الفتح الرياضي بهدف في حدود دقيقة 38. ماذا يحدث للرجاء الرياضي في هذه الجولة الأولى؟ ثلاثية نظيفة، ثلاثية مدوية، نتيجة مدوية في هذه الجولة الأولى. يقسو الفتح الرياضي على فريق الرجاء الرياضي. الرجاء أوت على كافة الجوانب، لا دفاعيا وعلى مستوى حراسة المرمى من جانب نصر السيتي، ولا على مستوى الخط وسط وخط هجوم فريق الرجاء الرياضي. يتلقى ضربة مشعة في هذه الجولة الأولى بنتيجة 3 أهداف دون مقابل. لاحظوا المساحات من الجهة اليمنى، دارت المساحات في جهة محمود بن تايك ودارت في عبد الصمد البدوي، دارت الاكتاف المحور من اسماعيل مقدم من جمال حركات، لا دعم ولا سند لا من سكر الوطني ومحمد المكعاسي، لا اسيس من عبد الله الحفيظي، لا تحرك عابر بالخواتيم فيما يخص دقيقة الجولة الأولى. عارف كيف يحسن من صورته من أداء فريق الفتح الرياضي، ودائما تظهر المساحات لفريق الفتح الرياضي. ولا الاستلام ولا الفرصة ولا الخطورة. مروان العز يجيب العز لفريق الفتح الرياضي بهدف في حدود دقيقة 38. ماذا يحدث للرجاء الرياضي في هذه الجولة الأولى؟ ثلاثية نظيفة، ثلاثية مدوية، نتيجة مدوية في هذه الجولة الأولى. يقسو الفتح الرياضي على فريق الرجاء الرياضي. الرجاء اوت على كافة الجوانب، لا دفاعيا وعلى مستوى حراسة المرمى من جانب نصر السيتي، ولا على مستوى خط وسط وخط هجوم فريق الرجاء الرياضي. يتلقى ضربة مشعة في هذه الجولة الأولى بنتيجة 3 أهداف دون مقابل. لاحظوا المساحات من الجهة اليمنى، دارت المساحات في جهة محمود بن تايك ودارت في عبد الصمد البدوي، دارت الاكتاف المحور من اسماعيل مقدم من جمال حركات، لا دعم ولا سند لا من سكر الوردي ومحمد المكعاسي، لا اسيست من عبد الله الحفيظي، لا تحرك. يجرب من مختلف المناطق من مختلف الزوايا. هنا التقدم على الفرصة ولا الانطلاق الى الجهة اليمنى عبر المادي قرناس يختار ماذا يختار العرضية. فرصة وللمحاولة وللخطورة والتسديدة.
مروان العز تسديده لا تصد ولا ترد في مرمى نصر السيتي بعد بناء هجومي والاول والمنظم والاخطر والابرز لفريق الفتح الرياضي. الفيسيو بغت الرشالات بهدف ويهدف بتسديده من جانب مروان العز الذي استغل الفرصه، استغل الارتباك الدفاعي لنصر فريق الرشالات. لاحظوا هنا المنظومه الدفاعيه من عمليه الاختراق، هنا التحضير، هنا العرضيه من المادي قرداس منح له الطبق من ثم على الكنترول والتسديد وهي التسديد وهدف هدف جميل جدا من جانب العز الذي يمنح اجمل بدايه لفريق الفتح الرياضي في هذه المباراه. لكن كل العمل من جانب نناح للعز ويتفيد الكره الى جانب الاختصاص المادي قرناس. عاد تسدد من المادي قرناس خطيره، بقية أسباب فريق الفتح الرياضي، لكن اختار التسديدة المباشرة وأخرى تظهر على مستوى المنظومة الدفاعية وحارس مرمى فريق الرجاء الرياضي. هذه المرة بتسديدة أكثر رائعة من النادي قرناس مباشرة في اتجاه شباك الحارس أنس سليتي. تابع أنس ويدخل الشباك، هدف ويهدف في هذا المرات، هدفين جميلين لفريق الفتح الرياضي على فريق الرجاء الرياضي. قراءة غير موفقة من جانب أنس سليتي. تابع الكرة. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.